لو عندك توم قديم من السنة اللي فاتت ولسه موجود عندك، اوعي ابدا ترميه وفي الزبالة تحطيه، لا هاتيه وقشريه وهتطلعي منه التوم اللي انت شايفاه الجميل ده. انا كان عندي توم موجود من السنة اللي فاتت، طبعا كنت فرست كمية والكمية التانية بسيبها، احتاج مثلا توم فريش على طول، احتاج مثلا اخلي الفلفل ولا حاجة اعمل بيه اي حاجة، فقلت هخلي كمية كده. طيب لقيت السنة خلاص خلصت وانا عندي كمية برضو موجودة، وبدأ منها كده يفضي، يعني في منها كمية فضت، التوم اللي فيها فضي من قلبه، وفي لسه بعض الروس كده فيها لسه توم. قلت لا، انا هنزل كل كمية التوم اللي عندي زي ما انتوا شايفين كده، وبرضه هفرزها وهطلع منها كام كيس كده هينفعوني، وابدأ في عمايلهم هم الاول قبل ما ابدأ في التوم الجديد. جبت التوم اللي كان عندي كله وبدأت كده بقى اقلب فيه، اشوف بقى التوم مثلا اللي الاقيها صحيحة وما شاء الله ما باظتش او ما فضيتش، ابدأ ان انا اخرجها. وصح يعني هطول بالي شوية بس هطلع بنتيجة هايلة. لازم تكوني ست بيت شاطرة كده، وتخلي بالك من حاجتك، وتشوفي برضو ايه اللي عندك ينفع وايه اللي ما عندك ما ينفعش. ما بقتش في حاجة فعلا رخيصة دلوقتي عشان نرميها. طبعا جبت التوم زي ما انتوا شايفينه وقعدت عليه بقى قشرته كده براحتك، يعني كل يوم اعملي لك شويه بس المهم ما ترميش حاجه. وبدات زي ما انتوا شايفين كده قشرت التوم بتاعي لحد ما عملت الكميه دي. الكميه دي بقى بذمتكم كده وحشه؟ لا طبعا ده حاجه كده زي الفل، ما ينفعش ان انا ارميها. جبت الكبه بتاعتي وبدات اسمي الله واصلي على الرسول، ولايكات من ايديكم الحلوه كده، احلى اخوات في الدنيا. وجبت ازازه الخل وجبت الزيت وجبت الملح، وقلت يلا هبدا اشوف النتيجه هتطلع ازاي. حطيت بقى زي ما انتوا شايفين كده 3 معالق من الخل، وحطيت زيهم 3 معالق من الزيت، وهحط معلقه ملح كبيره. طبعا انا بحط كل ده الاول تحت علشان خاطر امشي الكبه بتاعتي. اللي انا هعمله ايه بقى؟ اللي انا هعمله ان انا مش هحط كميه كبيره من التوم علشان خاطر يتفرم معايا كويس، لان هو طبعا مش زي التوم الاخضر اللي احنا بنجيبه. ده طبعا فرق دلوقتي في ان هو نشف شويه. هنقي بقى كده، هنزل بقى بالكميه الوسط، يعني خليكي وسط عشان يتفرم معاكي كويس. صدقيني بجد بجد مش هتندمي لو عملتي كده. انا عن نفسي ما برميش اي توم من عندي، بجيبه اول السنه وبفرزه بنفس الطريقه برضو. وباجي طبعا في اخر السنه كده الشويه اللي ببقى سايباهم برضو بعملهم. ما مليتش الكب على الاخر وبدات كده هشوف واجرب النتيجه هتطلع معايا ايه. طبعا هيكون طالع معاكي لا مفروم قوي، وهتطلع معاكي نتيجه هايله. طب تعالي بس نشوفها مع بعض. بدات اضرب في الكبه كده، وطبعا اول ما بتحسي ان الكبه وقفت منك بتبداي ان انت تنزلي الجوانب بتاعتك كده علشان خاطر كله يتفرم مع بعضه. وزي ما انتوا شايفين النتيجه طالعه بسم الله تبارك الرحمن زي الفل معايا. النتيجه طالعه حلوه قوي قوي. فما شاء الله. خساره بقى ان احنا كنا نرمي الحاجه دي ولا لا، يعني ان احنا نرمي التوم ونقول لا ده فضه، لا مش هقعد لسه ان انا اقعد اقشر فيه، لا مش عارف ايه، لا ابدا هينفع معاكي وهيطلع معاكي زي الفل. زي ما انتوا شايفين التوم طالع حلو جدا معايا. حطيت له برضو عشان هي كميه كبيره ما يسودش لونه، لازم يتحط له الزيت ويتحط له السكر الزيت والملح، وبيتحط له كمان سكر يا جماعه، بس بنحطه للجديد عشان الجديد بيقعد معانا فتره طويله. انما بالنسبه لده علشان انا هفرزه بس هي كميه بسيطه كانت موجوده عندي فما حطيتش، يعني استكفيت بالملح والخل والزيت. طبعا الخل علشان لونه يبقى ابيض وفاتح وجميل، الخل ده اساسي ان لونه يكون ابيض وفاتح وجميل. والزيت والملح دول مواد حافظه. وطبعا الزيت لو ما حطيتيش زيت هتيجي تطلعي المعلقه هتلاقيه ناشف جدا منك. فطبعا لازم تحطي الزيت ده، هو بينزل الزيوت اللي فيه مع الزيت اللي انت بتحطيه، وبيبدأ يحافظ على نفسه بقى كده وما ينشفش قوي. بدأت بقى جبت كده معلقتين، وجبت الاكياس التلاجة العادية خالص، مش هقولك هات اكياس من اللي بتتقفل الغالية ولا اي حاجة، لا هات اكياس عادية من اللي هي اكياس التلاجة العادية خالص، اكياس اللبن. وابدأي كده حطي فيها معلقتين، وابدأي بقى افردي بايدك بقى وساوي، افردي وساوي، بططيه كده بالراحة وساوي لحد ما توصلي لحد القوام اللي انت عايزاه. وتعالي بقى اقولك على طريقة جميلة جدا انا بعملها على طول. هاتي بقى سكينة كده، وبظهر السكينة، مش بالحرف اللي يقطع معاكي الكيس، لا بظهر السكينة، وابدأي بقى اعمليه زي ما انا عاملاه كده. شايفين بقى؟ عيدي عليه تاني، اكدي كمان هتعمليه مكعبات، هتيجي تطلعيه من التلاجة، هتاخدي المكعب اللي انت هتستعمليه والباقي موجود زي ما هو. المشكله بس في ايه؟ ان انت الكيس ده ما ينفعش تحطي فيه اكياس دلوقتي، لا انت بتحطيه في التلاجة لما يبدا يتلج معاكي كده، وبعد كده يا رب تحطي 20 كيس فوقيه، مفيش اي مشكله. بس دلوقتي هتشيليه زي ما هو كده وتحطيه في التلاجة. شايفين الجمال اللي طالع من التوم القديم يا جماعه؟ نرمي التوم القديم ليه بقى؟
امال احنا يعني ستات بيوت وخلاص؟ بدأت برضو نفس اعمل معاكم كيس كمان، وبعد كده بقى ايه هوريكم طريقة تانية برضو. انا بفضل الاكياس دي بصراحة افضل كتير قوي من البرطمانات. يعني انا بحس ان الكيس لا افضل، انما البرطمان بحس بقى ان هو ايه بيبقى صعب، وما برتاحش انا للبرطمانات الصراحة. فانتي لو كنتي بتحبي تحطي في البرطمان مفيش مشكلة، برضو حطي اللي يريحك. انا بالنسبه لي عملته زي ما انتم شايفين كده، وبدات بقى تفردي الكيس، وطبعا بتبداي تقطعيه قبل ما تقفلي الكيس علشان تخرجي كميه الهواء منه. لو انت بقى عملتيه كده وانت مقفله الكيس، الهواء هيفضل جواه وهيسود منك. بدات بقى كده، وهبدا بقى تاني بظهر السكينه، وهبدا اعمل المكعبات بتاعتي اللي زي ما انتم شايفين كده. ودي بالظبط على قد الطبخ، على طول هتطلعيها تطبخي بيها على طول. وبعد كده هقفل الكيس بتاعي تقفيل كويس، وزي ما انتم شايفين حاجه كده والله خيال. طريقه بقى تانية برضو كمان نعملها بيها، اللي هو بقى طبعا ايه بدون ما احنا نقطعه كده، ممكن تحطيه برضو وتفرديه بايدك زي ما انت عايزه كده لحد اخر الكيس، وبعد كده هتطبقيه على بعضه برضو. واول ما تعوزيه هتفتحيه، ده بقى لو انت مفيش مكان وعايزه ترصيه فوق بعضه على طول. هتفردي بقى زي ما انت شايفه كده، اهم حاجه تبططيه كده على قد ان انت بس تاخدي منه المعلقه على قد الطبخه اللي انت هتعمليها، وتروحي برضو مقفله عليه كده، وهيطلع معاكي زي الفل زي ما انت شايفه كده. تقفيلته جميله وحاجه سهله وحاجه بسيطه، وما شاء الله عمل معايا كميه. انا بجد بجد يعني كنت فرحانه بالنتيجه بتاعته، وطالع جميل جدا. وبسم الله ما شاء الله طلع مني كميه، يمكن انا لو المفروض كنت عملته قبل كده كمان، بس طبعا كلنا بنبقى مشغولين وفي حاجات كده مننا بننساها، بس بنلحق برضو حاجتنا بسرعة وبنجيبها ونعملها. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده، اللي انا قطعته وعملته مكعبات ده ما ينفعش احط كيسين على بعض دلوقتي، لازم احطهم في التلاجة على الاقل لمدة يوم كده. وبعد كده لو عايزة تحطي بقى كيس 2 3 مفيش مشكلة، ده ممكن تعمليه في التوم الجديد وفي التوم القديم زي ما انا عملته. ودي زي ما انتوا شايفين الاكياس التانية، لو انت عايزة بقى ما عندكيش مكان وعايزة تحطي الاكياس كلها على بعضها. دول طريقتين معايا زي ما انتم شايفين. بتمنى الطريقتين دول يعجبوكم، وصدقيني قومي وما تكسليش، حافظي على حاجتك وما ترميش حاجتك وتستعجلي، لا حاولي تدبري وتوفري كده في الحاجه بتاعتك، وهتطلع منك زي الفل. بتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.